اللي بيسمع للواء وليد السيسي ممكن يقول ان ايه الكلام ده مفيش بربع جنيه معقوليه في كلامه. في حاجات كده تحس ان العقل مش مصدقها. بيحصل حاجات اكتر من كده بكتير. عندنا بقى في الدقهليه، مش في نجع عبد الرسول في الصعيد، لا في شربين عندنا. واحد مره كان عليه 8 جنايات، منهم 2 قتل، وهربان والدنيا مقلوبه عليه. في يوم بتوع مكتب المخدرات جاي معاهم اذن نيابه ونازلين لي واحد، وهم في الطريق رايحين له جات لهم معلومه ان الواد ده واقف على الطريق في شربين بيدي لحد شريط تمول او علبه تمول حاجه كده يعني. سابوا المأمورية وإذن النيابة وسابوا الراجل اللي كانوا نازلين له وجري على المكان، لقوه فعلا واقف هناك وجابوه معاه علبة تمول. فالظابط بعد ما قبض عليه بقى، بعد ما حصروه وكلبشوه وبتاع وخدوا علبة التمول منه، الظابط بيصور. تعرفوا ان هو بيصور المتهمين بالحاجة بتاعتهم، بيخطروا بيها بقى، يخطر المدير، مدير الأمن، مدير المباحث. فالراجل بيقول له انت بتعمل ايه يا باشا؟ انت هتصورني بالعلبة دي؟ قال له اه، الحاجة اللي كانت معاك. قال له ترضاها يا باشا؟ ده الناس تاكل وشي. محمد بيه، في مخزن في الحته الفلانيه، ابعت بس حد يجيب البضاعه من هناك. راحوا جابوا 100 لفه بانجو و8 كراتين برشام. الراجل خايف الناس تاكل وشه انه فلان الفلاني اللي مجنن الدنيا وممسوك بعلبه برشام. قال له يا باشا الواد ده فرحه قريب وانا كنت نازل اديها له هديه، انا مش نازل ابيع. بيتكلم، ما خلاص انا عليا اعدام، انا كده كده ميت، هعمل ايه؟ لا، فالواحد بيشوف حاجات غريبه.